سمعتوا عن كده النساء قبل كده؟ تعالوا بقى نتفرج على فيلمنا النهاردة اللي بيبتدي مع شاب في الثلاثينات من عمره اسمه نيك، واللي بيكون في أغلب الوقت مكتئب وفي حالة نفسية صعبة بسبب خناقاته المتكررة مع مراته إيمي، واللي وصلته إنه بدأ يفكر في الطلاق. وفي عيد جوازهم الخامس بيروح نيك لأخت مارجو البار بتاعهم وبيشتكي لها من تصرفات إيمي الغريبة الفترة اللي فاتت، لكن على الرغم من إن مارجو ما بتحبهاش لكنها بتحاول تهديه وبتقوله إن ده كان اختياره هو من الأول وإنه لازم يتحمل نتيجة قراره. وفي الوقت ده بيتصل بيه نيك جاره وولت اللي بيقوله إن الكلب بتاعه خرج بره الجنينة، فبيرجع نيك البيت بسرعة علشان يلحق الكلب قبل ما يهرب، لكنه بيتفاجأ بعد كده بإن باب الفيلا مفتوح، ده غير إنه لما بيدخل جوه بيلاقي الترابيزة مكسورة. وساعتها بيقلق نيك على مراته إيمي، وده اللي بيخليه يتصل بالشرطة علشان يبلغ عن اختفاء مراته. وبعد شوية بتوصل المحققة روندا اللي بتبتدي تسأل نيك في الأول الأسئلة الروتينية زي خناقاتهم الأخيرة مع بعض، وإذا كان في حد بيكره إيمي ومستعد إنه يأذيها ولا لأ. وطبعا نيك بينكر كل ده وبيقول لها إن إيمي كانت منطوية وما عندهاش أصحاب أصلا، لأنها كانت متكبرة وما بتحبش الاختلاط بحد. وبتلاحظ المحققة روندا بعد كده إن في أثر دم في المطبخ، فبتطلب من زمايلها إنهم ياخدوا عينة منها علشان يحللوها ويبعتوا لها النتيجة في أسرع وقت. وبيروح نيك بعد كده معاهم لمركز الشرطة علشان يكملوا التحقيق هناك. وبتلاحظ المحققة روندا بإنه تقريبا ما يعرفش حاجة عن مراته زي الأماكن اللي بتسهر فيها أو حتى نوع فصيلة دمها إيه. وقبل ما نيك يمشي بيبلغوه انه ما يرجعش الفيلا اليومين دول لانهم لسه بيرفعوا البصمات اللي هناك. فبيقول لهم نيك انه هيقعد عند اخت مارجو لحد ما مراته ترجع، وعشان نعرف اكتر عن حياة الزوجين نيك وايمي يبقى لازم نرجع بالزمن شوية، وبالتحديد في احد حفلات رأس السنة اللي الاتنين كانوا معزومين فيها. وفي اليوم ده نيك شاف إيمي لأول مرة في الحفلة وأعجب بيها جدا وبدأ يقرب منها واحدة واحدة. أما بالنسبة لإيمي فكانت مشدودة ليه هي كمان. من أول مقابلة قرر نيك إنه يتقدم لها في حفلة كانت والدة إيمي عاملاها، وساعتها إيمي وافقت على الجواز منه وقضوا هما الاتنين سوا أسعد لحظات حياتهم. وبنرجع بعد كده للوقت الحالي مع المحققة روندا اللي لما بتروح بيت إيمي بالليل بتقابل واحدة اسمها نوي بتقول لها إنها تبقى جارة إيمي وصاحبتها من سنتين وعايزة تطمن عليها. وطبعا ده بيشكك روندا في كلام نيك لأنه قال لها قبل كده إن إيمي منطوية وملهاش أصدقاء. وبعدها بتعرف روندا من زمايلها إن البيت والعربية وحتى البار اللي أخت نيك بتشتغل فيه إيمي هي اللي شارياهم ومتسجلين باسمها لحد دلوقتي. وده طبعا بيزود الشكوك أكتر حوالين نيك لأنه ما كانش صريح معاها أثناء التحقيق. وفي اليوم اللي بعده بيروح نيك مع أخته القسم علشان يحضروا المؤتمر الصحفي اللي الشرطة عاملينه علشان يعلنوا عن اختفاء إيمي، وده لأنها كاتبة مشهورة جدا وليها معجبين كتير في كل العالم. وبيظهر نيك في المؤتمر الصحفي وأكنه مش مهتم أصلا باللي حصل لمراته، لدرجة إنه بيتصور وهو بيضحك في الوقت اللي المفروض يكون فيه حزين على اختفاء مراته. وده طبعا لفت نظرات المحققة روندا لتصرفاته. وبعد ما المؤتمر بيخلص بيبدأ التحقيق مع عائلة إيمي اللي بيبلغوا المحققين إنهم شاكين في واحد اسمه ديزي كان في علاقة معها قبل نيك يعني من أكتر من 6 سنين، لكن لما إيمي سابت الشخص ده حاول يأذيها أكتر من مرة وبعت لها رسائل تهديد كتير حتى بعد ما اتجوزت من نيك. وبتستنى المحققة روندا لما أهل إيمي بيمشوا وبتنادي على نيك وبتقوله إنهم لقوا جواب في الدولاب بتاع إيمي مكتوب عليه الدليل الأول. فبيضحك نيك ساعتها وبيقول لها إن إيمي كانت بتعمل ألغاز في القصص اللي بتكتبها تشبه الألغاز بتاعة البحث عن الكنز، وبمعنى أصح إنها بتكتب أكتر من جواب وبتحطهم في أماكن مختلفة وكل جواب بينقلهم للمكان اللي بعده لحد ما يوصلوا للكنز في النهاية. وبيعرف نيك من الكلام اللي مكتوب في الجواب إنها بتقصد المكتب بتاعه، وفعلا تخمينه بيطلع صح. ولما بيروحوا هناك بيلاقوا ملابس داخلية ما بيكونوش عارفين مين صاحبها، وبيلاقوا كمان الجواب التاني اللي إيمي بتتكلم فيه عن بيت بني صغير كانت دايما بترتاح فيه. ولما بتسأله روندا على مكان البيت ده نيك بيكذب عليها وبيقول لها انه ما يعرفوش، لكنه بعد شوية بيروح عند بيت والده القديم اللي ايمي كانت بتتكلم عليه وفعلا بيلاقي هناك الجواب التالت. بس في نفس الوقت بيتفاجئ نيك بان المحققة روندا بتكون مراقباه، وساعتها بيخبي نيك الجواب التالت علشان ما تشوفوش.
وأول ما المحققة بتقابله بتسأله إذا كان ده البيت البني اللي إيمي كانت تقصده ولا لأ، لكن نيك بينكر طبعا. ولما بيقرا نيك الجواب بعد كده بيتضايق جدا لأنه ما بيكونش عارف إيه المكان الأخير اللي إيمي تقصده من الكلام المكتوب. وبنرجع للزمن بعد كده مع بداية الخلافات بين نيك وإيمي اللي ظهرت بعد ما نيك اترفد من شغله على طول. وبالصدفة في نفس الوقت ده أهل إيمي كانوا مديونين بمبلغ كبير، وده اللي خلاها تساعدهم بكل الفلوس اللي في حسابها من غير حتى ما ترجع لرأي نيك، وده طبعا بيضايقه جدا. وعلى الرغم من الظروف المالية الصعبة اللي بقوا فيها، لكن نيك ما كانش مهتم بأي حاجة، وبقى بياخد فلوس مراته وبيصرفها على حاجات تافهة زي ألعاب الفيديو، وده طبعا كان بيضايق إيمي، لكنها كانت بتيجي على نفسها وبتدعمه علشان يدور على شغل ويخرج من حالة الاكتئاب اللي كان بقى فيها. ورجع نيك لحالة الاكتئاب من جديد، فاقترحت عليه إيمي إنهم يخلفوا طفل علشان يحافظوا على علاقتهم، لكنها ما كانتش متوقعة إن رد فعل نيك هيكون قاسي لدرجة إنه يمد إيده عليها. وطبعا بعد الموقف ده إيمي بدأت تخاف منه جدا وتحس إن نيك عايز يخلص منها علشان ياخد فلوسها والبار اللي شاريهوله. ده اللي خلاها تقرر إنها تشتري مسدس علشان تأمن نفسها بيه، لكن نيك محاولش يتعرض لها بعد كده بأي شكل من الأشكال. وبنرجع بعد كده للوقت الحالي مع نيك اللي أثناء ما هو مقيم في بيت أخته مارك بيجيله رسالة من عشيقته أندي اللي بتقوله إنها في طريقها للبيت. وبعد شوية بتوصل أندي، وفي اليوم اللي بعده بيكتشف نيك إن أخته شافته هو وعشيقته، وطبعا بدأت تلومه لأن حاجة زي كده لو اتعرفت ممكن الشرطة تشك فيه إنه هو اللي قتل إيمي. وعشان نيك يصلح اللي حصل ده فكان لازم يحضر التجمع اللي أهل إيمي عاملينه مع قرايبهم وأصدقائهم كنوع من الدعم المعنوي. ولما بيطلع نيك على المسرح بيتظاهر انه متأثر جدا وحزين على اللي حصل، وفعلا اغلب الموجودين بيبدأوا يتعاطفوا معاه لحد ما حصلت حاجة غيرت كل ده، وهي ان نويل صاحبة ايمي وصلت التجمع واتهمت نيك ان هو اللي قتل ايمي وخفى جثتها لانها كانت حامل. وطبعا الناس كلهم بيقلبوا ضد نيك ساعتها، فبيبعدوا الشرطة عنهم وبيساعدوه انه يدخل بيته بأمان. وبيعرف نيك من المحققة روندا ان الدم اللي كان في المطبخ بيبقى دم ايمي، ولما حللوه عرفوا انها كانت حامل في 6 أسابيع زي ما نويل قالت لهم، وبالتالي ده معناه ان نيك كان بيكذب عليهم. وبتواجه روندا بعد كده بحاجتين بيزودوا الشكوك حواليه، اولهم انه راح مع ايمي الشهر اللي فات علشان يزودوا بوليصة التأمين على حياتها لأكتر من $1,000,000، فبيقول لها نيك ان هي اللي طلبت منه كده اصلا، وانه نفذ لها اللي هي عايزاه علشان ما تزعلش. وتاني حاجة هي قائمة الديون اللي على نيك اللي وصلت لأكتر من $100,000 بسبب كم الحاجات اللي اشتراها الفترة الأخيرة. لكن نيك بيستغرب أول ما بيشوف القائمة وبيقول للمحققة إنه مشتراش الحاجات اللي مكتوبة دي أصلا، وإن أكيد في حد زور كل ده لسبب هو ما يعرفوش. وبعد شوية بتوصل المحققة روندا لبيت والد نيك القديم علشان تدور فيه على أي دليل يساعدها في القضية، وبالصدفة بتلاقي هناك مذكرات إيمي اللي مكتوبة لحد اليوم اللي اختفت فيه، وبتعرف منها ان ايمي كانت عارفة ان نيك بيخونها، وانها في الفترة الاخيرة كانت خايفة من ان نيك يقتلها بسبب عصبيته وخناقاتهم المتكررة، وده اللي خلاها تشتري مسدس علشان تحمي نفسها بيه. ولحد هنا في القصة تبان ان نيك هو المذنب فعلا، وانه خلص على مراته وخفى جثتها علشان ياخد فلوسها زي ما هو واضح من الاحداث، لكن الحقيقة هي ان ايمي الضحية البريئة اللي خططت لكل ده علشان تنتقم من جوزها لانه بيستغلها وبيخونها. وبنبدأ مع بعض بالأدلة المزورة اللي خلت الشرطة تشك في نيك أصلا، زي مثلا جارتهم نويل اللي إيمي كانت بتقابلها في الأوقات اللي نيك ما بيكونش موجود فيها، وكانت بتعتمد تشتكي ليها من خناقاتهم مع نيك علشان تظهر قدامها بدور المظلومة وتكسبها لصفها. أما موضوع الحمل نفسه فبرضه إيمي هي اللي زورته لما أخدت عينة بول من جارتها نويل الحامل أصلا وراحت بيها المعمل علشان تسجلها باسمها في سجلها الطبي. اما بقى الديون اللي على نيك فهي برضو اللي اخدت الفيزا بتاعته وهو سكران واشترت بيها حاجات كتير جدا علشان تخلي الشرطة يعرفوا انه بيستغلها وبيسرق فلوسها. ونفس الكلام بالنسبة لبوليسة التأمين بتاعتها اللي خلته يمضي عليها من غير ما ياخد باله، فكانت قصده انها تكتبها بطريقة معينة علشان تكسب الشرطة في صفها وتخلي نيك يبقى هو الشخص المذنب، وهي برضو اللي خبتها في الدفاية اللي في بيت والد نيك. واخر حاجة بقى هو الدم اللي لقوه في المطبخ، فبنعرف من ايمي ان هي اللي اتعمدت تحطه على الارض بطريقة معينة وكمان تكسر الترابيزة علشان تخلي الشرطة يشكوا انها جريمة قتل مش مجرد حادثة عادية. وطبعا كل ده ايمي قدرت انها تنفذه في وقت قصير من غير ما حد يكتشف غلطة واحدة عليها بسبب قدرتها
قدرتها الكبيرة على تأليف السيناريوهات لأنها في الأساس مؤلفة قصص. وقبل ما الشرطة توصل الفيلا في اليوم الأول، إيمي أخدت فلوس كتير وغيرت في شكلها وانتقلت لمكان تاني وبدأت تتابع تفاصيل القضية عن طريق الإنترنت، وكانت طول الوقت حريصة إنها ما تكشفش هويتها الحقيقية لحد علشان محدش يعرفها. وبنرجع بعد كده للوقت الحالي لما بيبدأ نيك يحل الجواب التالت بالورقة والقلم، وبيوصل في الآخر للمكان اللي إيمي كانت تقصده، وهو الكوخ اللي في الجنينة بتاعت أخته مارجو. ولما بيروح هناك بيلاقي كل الأجهزة الترفيهية اللي كانت مكتوبة في قائمة الديون اللي عليه. وفي الوقت ده بيروح نيك لأخت مارجو علشان يفرجها على اللي لقاه، وساعتها بيتأكدوا هما الاتنين إن إيمي هي اللي زورت موتها علشان تسجنه، وخصوصا لما بيلاقوا في الكوخ رسالة انتقام من إيمي بتذله فيها علشان تقوله إنها انتصرت عليه في الآخر. ولأن نيك ما بيكونش معاه دليل على الكلام ده، فبيروح للمحامي المشهور بوليت علشان يساعده، وبيقول له بوليت إنه موافق يقبل قضيته وإنه هيعمل له تخفيض كمان لأنه متعاطف معاه. وبيفهمه بعد كده إنهم في الأول لازم يخلوا الرأي العام معاهم ويخلوا الناس تكره إيمي بأي طريقة. فبيقول له نيك إن في شخص اسمه تومي كانت إيمي بتكرهه لدرجة إنها اتهمته قبل كده إنه اغتصبها، وفي واحد تاني اسمه ديزي كان في علاقة معاها وفضل يراسلها حتى بعد ما اتجوزوا. فبيتفق معاه المحامي انه يروح للاتنين دول ويقعد معاهم يمكن يعرف منهم حاجة تساعده في القضية. وفي اليوم اللي بعده بيروح نيك لتوم وبيعرف منه انه فعلا كان في علاقة مع ايمي زمان قبل ما تتجوز، لكنه مع الوقت اكتشف انها سطحية ومتكبرة، وده اللي خلاه يقطع علاقته بيها. ايمي اتصلت بالشرطة واتهمته انه اغتصبها، ومن ساعتها تومي بقى منبوذ بين الناس ومبقاش يتقبل في اي شغل بسبب التهمة المكتوبة في السجل بتاعه. وبيكون واضح على نيك انه مصدقه ومتعاطف جدا معاه. وبعد شويه بيروح نيك لديزي لكنه ما بيرضاش يحكي له على حاجه، وبيكون واضح من رد فعله انه لسه متعلق بايمي لحد دلوقتي. وبنتنقل بعد كده لايمي اللي بدات تتعرف على جارتها جريتا وتقضي وقتها كله معاها. وفي يوم بيكونوا هما الاتنين خارجين مع بعض وبيقع من ايمي شنطه الفلوس بتاعتها، فبتشوفها جريتا وبتطمع فيها فبتستناها لحد ما بتروح البيت وبتدخل الشقه هي وصاحبها كيفن وبيسرقوها. وساعتها بتهددهم ايمي انها هتبلغ الشرطة، لكنهم بيكونوا متأكدين انها مش هتعمل كده. وفعلا بعد ما جريتا وصاحبها بيمشوا ايمي بتتضايق لانهم كانوا اذكى منها، وبعدها بتقرر تسيب شقتها وتمشي قبل ما تنكشف. وبتتصل ايمي بعد كده بديزي حبيبها القديم علشان يساعدها، وطبعا بتكذب عليه في الاول علشان تبان انها بريئه ومظلومه علشان تخليه يصدقها. وبيتفق معاها ديزي انه هيخبيها في بيته اللي عند البحيره لحد ما القضيه تتقفل. وبنرجع بعد كده للمحامي بوليت اللي بيقنع نيك انه يكشف عن علاقته باندي للناس، لان الشرطه كده هيوصلوا ليها قريب، فالاحسن ان هم اللي يعملوا كده بنفسهم علشان يظهروا للاعلام واكنهم ندمين على اللي عملوه. وبعدها بيرتب له بوليت مقابله مع المذيعه المشهوره شارلين علشان يبتدي يقرب من الناس اكتر ويعرفهم انه ملوش علاقه بقتل مراته ويحاول يكسبهم في صفه. وفي اليوم اللي بعده بتوصل ايمي لبيت ديسي اللي بيأكد لها انها هتبقى في امان معاه لان البيت كله متراقب بالكاميرات. وبيشتري لها ديسي بعد كده هدوم جديده وبيعمل لها كل اللي بتطلبه منه، وده لانه عايز يبقى قريب منها اكتر، وده طبعا بيكون واضح من نظراته. لكن ايمي بتعتمد انها تتجاهله. وبالليل بيتفرجوا هما الاتنين على البرنامج بتاع شارلين واللي بيظهر فيه نيك وهو متأثر جدا بعد اللي حصل لمراته، وبيعترف للناس انه اذنب في حق مراته لما خانها، لكن ده مش معناه انه قتلها زي ما هم مفكرين. وبيلاحظ ديزي ان ايمي بدأت تحن لنيك لما شافته وهو بيبكي عشانها، وده اللي بيخليه يطفي التلفزيون علشان ما يخليهاش تفكر انها ترجع. وبعد ما الحلقه بتخلص بتعرف مارجو من اراء الناس على السوشيال ميديا انهم بدأوا يتعاطفوا مع نيك فعلا، وده بالظبط اللي هم عايزينه. لكن بعد شويه بتوصل الشرطه بيت مارجو بعد ما جالهم بلاغ عن الكوخ اللي فيه الجنينه بتاعتها، واللي لما بيفتشوه بيلاقوا الاجهزه الترفيهيه اللي نيك قال انه ما يعرفش عنها حاجه. وده طبعا بيثير الشكوك حوالين مارجو اللي الشرطه بتقبض عليها بتهمه اخفاء الادله. وفي اليوم اللي بعده بتقرر ايمي انها تضحي بديزي علشان ترجع لحبيبها نيك على الرغم من كل اللي عمله معاها زمان. وبنشوفها بعد كده وهي بتعتمد تعور نفسها في مناطق حساسه كل يوم، ده غير انها بتربط ايديها ورجليها بحبل لوقت طويل علشان يظهر على جسمها اثار التعذيب. وبتستنى لحد ما نيك بيكون خارج من البيت وبتبهدل له هدومه وشعره لانها عارفه انه هيصلحهم لما يخرج. وفي يوم بيكون ديزي رايح ليها بالليل علشان يقضي وقت معاها زي ما هم متفقين، لكنه ما بيكونش عامل حسابه انها تغدر بيه وتقتله وهو على السرير من غير حتى ما يعمل لها اي حاجه.
وبعدها بترجع ايمي بيتها وهي غرقانه بالدم قصاد كم كبير من الصحفيين اللي ما بيكونوش مصدقين اللي حصل لها. وطبعا اول ما ايمي بتشوف نيك بتجري عليه علشان تستنجد بيه، لكنه ما بيكونش طايقها لانه عارف كويس ان هي اللي عملت الفيلم ده كله. تنتقل ايمي للمستشفى بعد كده، وبيعرفوا الدكاتره بعد الفحص اللي عملوه عليها انها اتعرضت لاكتر من عمليه، وده واضح من اثار التعذيب اللي في جسمها. وبعد ما بترجع ايمي لوعيها الشرطه بيحققوا معاها علشان يعرفوا منها ايه اللي حصل بالظبط. وبتقول لهم ايمي ان في يوم هيتجوزها الخامس ديسي راح لها البيت وضربها على دماغها لحد ما فقدت الوعي، واخدها معاه وحبسها عنده في البيت وعذبها واغتصبها كذا يوم لحد ما قدرت انها تسرق السكينه وتخلص عليه علشان تنقذ نفسها. اما المحققه روندا بتشكك في كلامها، تقول لها ايمي انها ممكن تراجع سجل الكاميرات اللي في بيت ديسي علشان تتاكد من كلامها. وطبعا الكل بيكون مصدق القصه اللي ايمي حكتها لانها محبوكه جدا، وبالتالي بتخرج ايمي من الاسم بعد كده من غير ما يتوجه لها اي تهمه لانها كانت بتدافع عن نفسها. واول ما بترجع البيت بيطلب منها نيك انها تشرح له اللي حصل بالظبط، وبتوافق ايمي على طلب لكن بشرط انه يخلع هدومه قدامها علشان تتاكد انه مش معاه جهاز تصنع او بيسجل لها اللي بتقوله. وبعد ما نيك بيعرف الحقيقة بيقول لها انه مش هيكمل حياته معاها لانها مجنونة وقاتلة، لكن ايمي بتقول له انها ممكن تقلب الصحافة عليه مرة تانية وتكره الناس فيه لو بس فكر انه يبعد عنها. وطبعا نيك بعد اللي حصل ده بقى يترعب من مراته لدرجة انه بقى ينام في اوضة تانية وبقى يقفل الباب عليه بالمفتاح لانه مش ضامنها. وعلى الرغم من كل اللي حصل ده الا انه بيكون مضطر انه يظهر قصاد الصحافة وهو سعيد معاها علشان محدش يشك في حاجة. وبيتعقد الموضوع اكتر لما ايمي بتقول لنيك في يوم انها حامل، فبيتعصب نيك لانه ما لمسهاش اصلا الفترة اللي فاتت، لكنه بيرضى بكل حاجة مراته بتقوله عليها لانه زي ما شفنا نيك المرة اللي فاتت خرج من تهمة القتل المعجزة، لكن محدش عارف ايمي ممكن تعمل فيه ايه المرة الجاية. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة ونشوفكم في فيلم جديد، ولو حابين تشوفوا اي فيلم اكتبولنا في التعليقات.